ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. وحشتوني كتير والله كتير، وحقكم عليا ما بقيتش انزل فيديوهات. النفسيه شويه كانت مش مظبوطه، بس الحمد لله بقيت احسن. المهم كل سنه وانتم طيبين، والعيد الكبير داخل اهو علينا، يا رب يدخلوا عليكم بالسعاده يا رب، والهنا والرزق الواسع يا رب، امين يا رب. وكل واحد اللي بيتمناه كده يحققه يا رب، ونكون كلنا على جبل عرفات سوا يا رب، امين يا رب. بصوا بقى، انا النهارده جيت كده باكله كده قبل العيد. الكفته المشويه، كفته البرغل. زي ما انتم شايفين المنظر الجميل بقى، اللي عملت لهم النهارده سفره كده. مطعم. لكنهم قاعدين في مطعم. بصوا جمال الكفته وحلاوتها، جميله ما شاء الله. بصوا ما شاء الله، حاجه يعني كده من الاخر، يعني بسم الله الرحمن الرحيم نطلعها كده. بصوا ولا اي حاجه، بصوا يعني ولا بتقع ولا اي حاجه، يعني جميله. بصوا الجمال، تحفة. وطعمها بقى بالفحم خطير خطير خطير. والبطاطس بقى وكل حاجة، والعيش بقى والسلطات وحاجات جميلة جدا. هناخد كده العيش زي ما انا باكل كل مرة. التفاصة، بس هي مش تفاصة والله. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى كده، ما شاء الله. الكفتة طرية وجميلة، لان فيها كام تكاية كده انا عملتها. وهنا هحط عليها حبة الطحينة كده اهي. وناكل بقى وندوق. بسم الله. مم. طعم الفحم فيها خرافة، بجد جميلة جميلة جميلة. يلا بقى بينا نشوف عملناها ازاي عشان ما اطولش عليكم الفيديو. ودي الشوايه اللي عملنا فيها اهو، زي ما انتم شايفين. بصوا المنظر صعب جدا. ويلا بقى بينا نشوف عملناها ازاي. حاضر يا نوش، اصبر. دلوقتي معانا المقادير اهي، زي ما انتم شايفين. انا جايبه نص كيلو مفروم. بصله، بصلتين كبار كده. تمام، بس انا عصرتهم، خدت منهم ميه البصل شويه كده، خدت حبه عشان ابقى اصبع بيها. طبعا دي لسه هحط لها زيت وطماطم صلصه يعني. هنا بقى ده البرغل، انا عامله كوبايه الا ربع، كوبايه الا ربع برغل. البهارات بقى العادي، اللي هي انا عامله ورق لورا مطحون، بهارات لحمه، فلفل اسود، ملح. تمام. ودي البيكنج باودر. مقادير سهله وبسيطه وجميله، واحلى كفته تاكليها ان شاء الله. يلا بينا بقى نشوف هنحط كله على بعض، ونشوف هنعمل ايه تاني. هنعجن بقى كده اهوت لحد ما يبان لها صاحب اهو، زي ما انتم شايفين كده. هنا هي عجنتها لغايه ما ايه، ما زي ما انتم شايفين كده، الانسجه بتاعتها ظهرت كده، شايفين؟ بس كده تمام. وبعد كده هشيلها بقى في التلاجة تقعد زي قيمه ساعه كده، وبعد كده اجي اصبحها. ده الاحسن، لو انت مستعجله هصبيها على طول. تمام. هروح احطها بقى في التلاجة واوريكم بعد ساعه نعمل ايه ان شاء الله. دي هي اللحمه اهي، بعد ما سيبناها تتنقع ساعتين كده، زي ما انتم شايفين ما شاء الله. شرب البرغل فيها الميه بتاعت البصل وكده. هنا هو حطيت انا بقى ميه البصل اللي انا كنت موريها لكم، حطيت عليها معلقه صلصه وعليها معلقتين زيت كده، زي ما انتم شايفين، وهقلبهم ببعض. وهنا السياخ اهي، والشوايه اللي هحط فيها الكفته، وهتبقى ان شاء الله كفته 10/10. هنقلب بقى الصلصه كده مع ميه البصل مع الزيت، عشان المع بيها في الاخر بعد ما اصبع اهو. وهصبع بقى دلوقتي، وهشوف هنعمل ايه تاني. هنا هحط بقى ايدي الاول اهوت في ميه البصل مع الصلصه مع الزيت كده، هبل ايدي. طبعا كله عارف المواضيع دي يعني، مش فكره. هنمسك كده حته لحمه، على حسب بقى ما انت بتحبيها قد ايه. اهي بسم الله الرحمن الرحيم. ونعملها طبعا
اللي بيعملوها بصوابع الصبع نخليه كده اهو، وبعد كده نحطها ايه اهو، شكلنا براحتنا وحطيناها. انا كنت عامله كده. هخلص بقى كل اللحمه اللي عندي كده واصبعها واوريكم في الاخر عملنا ايه. تمام، يلا بينا. هنا هحط حبه ميه بقى كده زي ما انتم شايفين اهو. برضو هحط حبه كمان عشان دول قليلين شويه، فانا هحط كمان حبه، بس الاول هدهن بقى اهو. دي الحبه اللي فاضوا معانا اهو زي ما انتم شايفين كده، بس كده تمام. هولع عليها طبعا وهسيبها بقى كده على النار لغايه ما تاخد سوا، وهغطيها واسيبها بقى لغايه ما تاخد سوا اهو. تمام كده، وهسيبها بقى على النار. هوطي عليها طبعا واسيبها واتابع معاها. هنا اهو خلاص طلعتها اهوت من على البوتاجاز. بصوا المنظر الجميل ده، بسم الله ما شاء الله، بس هي سخنه في ايدي شايفين. هحط بقى الفحمه. بصوا انا مولعه الفحمه اهي، هحطها في الزيت بقى اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، عشان تعمل الدخنه في قلب الزيت في قلب الكفته. هي دلوقتي بقى تدخن كده وتطلع الدخنه بتاعتها سخنه، ونسيبها بقى كده مع نفسها كده مقفول عليها اهي. هتطلع بقى الدخنه بتاعتها جوه، وتخلي ريحه الكفته زي الشوايه بالظبط، زي اللي بره، يعني زي اللي بره بالظبط، زي الكفته المشويه بالظبط، طعمها اكنها معموله على الفحم بالظبط. بعد شويه بقى افتح عليها واطلعها، وتشوفوا بقى منظرها الجميل بقى، وفي التقديم بقى والحاجه ايه اخر جمال بصراحه. يا رب يكون عجبكم الفيديو بقى وما كنش تقيل على قلبكم. واقول لكم بقى ما تنسونيش في الكومنتات اللي كنتوا بتكتبوها لي الجميله، واللايك والشير والسبسكرايب. ما تنسونيش في كل ده زي ما كنتوا بتعملوا معايا. معلش وعلى التاخير اللي انا اتاخرت كل دوت. واقول لكم ايه، باي باي. باي 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 باي. الى اللقاء في فيديو اخر.